اي حد بيبتدي الطريق بيبقى محتاج يعرف ايه هي الخطوات اللي المفروض ان هو ياخدها، بيبقى مشتت، بتبقى الرؤية مشوشة بالنسبة له، بيبقى مش عارف يبتدي منين وازاي، وهل الخطوة اللي هو بياخدها ديت هي صح ولا غلط. زائد احباطات كتير بتواجهه لانه ممكن ياخد خطوات مش هي السليمة والصحيحة. زائد ان في ناس في حياته من خوفها عليه، وبيبقى بالاخص اقرب ناس ليه، من خوفها عليه بتبتدي تحبطه، وبتبتدي تقول له لا خليك في الامان، خليك في الوظيفه، خليك في الراتب الثابت. فبالتالي من هنا الناس ديت بتبقى بمعنى اصح بينزل في بحر هو ما بيعرفش يعوم لسه، وما يعرفش اي حاجه فيه، ومش عارف هو ماشي صح ولا غلط، واي كلمه سلبيه حوالين منه بتاثر فيه بشكل كبير جدا، وممكن توقفه وتخليه يتخلى كمان عن الحلم او الطريق ده. علشان كده احنا ابتدينا ان احنا نتكلم في بودكاست بيزنس ونجاح عن التجارب والخبرات بتاعتنا، بداية من ما كنا لسه بنفكر ان احنا ازاي نتعلم، لحد ما ربنا وفقنا وحققنا انجازات ونجاحات في حياتنا.